السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حلقة جديدة من برنامجكم حديث في كرة القدم. راجعت بعض الأخبار اللي كتقول بأن المنتخب الوطني المغربي غيستقبل المباراة ديالو القادمة في الملعب الجديد ديال الدار البيضاء، أو الملعب اللي تم الإصلاح ديالو، ملعب المركب محمد الخامس المعروف بدونور. شفنا جميع الإصلاحات اللي داروا في هذا الملعب، سواء الكراسي، العشب، وكذلك الحلبة ديال الألعاب القوى اللي تبدل اللون ديالها من اللون الأحمر للون الأزرق. يعني تقدر نقول بأن إصلاحات يعني إصلاحات واضحة تقريبا. الأمور شبه منتهية. واش المنتخب الوطني غادي يستقبل المباراة ديالو ديال شهر مارس في هذا الملعب الجديد؟ كنظن بان رسميا وبواحد الشكل اللي كبير جدا المباراه غادي تقام في الملعب البلدي ديال وجده. الجامعه الوطنيه لكره القدم اعلنت تقريبا في الشهر يعني الماضي بان المباريات سواء طنجانيا والمباراه الاخرى غادي المباراه اللي غادي تقام في المغرب غادي تلعب في ملعب البلدي لوجده. كندوي على مباراه ديال طنزانيا. فالاخبار المتداوله كنظن بانها غير صحيحه ولا تمت حتى ان المركب ديال محمد الخامس مازال الاصلاحات، خصوصا الاصلاحات ديال اللي خارج الميدان، فراه مازال الامور لم تنتهي. مازال بعض الجوانب ديال الملعب وكذلك الغرف اولى ديال التبديل، او بعض التشطيبات يعني تقريبا في الجوانب. الامور مازال ما انتهتش. مازال الخدمه كتنتظر الملعب ديال محمد الخامس. كيف قلت بانه بشكل رسمي المباراه غتجرى في ملعب وجده اللي تلعبوا فيه المباريات تقريبا يعني ديال المباريات السابقه. ملعب تقريبا واجد يعني المباريات الدوليه. المنتخب الوطني تقريبا استانس بهذا الملعب، حتى الجمهور الوجدي استانس بالمنتخب الوطني. ربما اللهم حاله تقريبا واحده فقط، الحاله ديال يعني كيصفروا على اللاعب جمال حركاس. كنظن بان الامور غادي تغير في هذا التوقف الدولي، او لا حتى ان حركات ما غاديش يكون يعني ما يتمش يعني الدعوه ديالو. الامور غتمشي ان شاء الله في هذا الاطار. المنتخب الوطني غيلعب المباراة ديالو في ملعب البلدي لوجدة. الملاعب الأخرى سواء المركب ديال محمد الخامس، مولاي عبد الله بالرباط، البريد، طنجة، كذلك ملعب الكبير لأكادير، وكذلك مراكش، مازال الأشغال تقريبا متواصلة ليلا ونهارا على قدم وساق لتهيئته للحدث الأبرز والأهم، اللي هو بكل تأكيد كأس إفريقيا اللي غادي تنطلق إن شاء الله في شهر دجنبر. كنظن بأن الملعب ديال غالبا ملعب مولاي عبد الله بالرباط، كنظن بأنه غادي يتم الافتتاح ديالو بمباراة تونس غالبا. أنا كنقول غالبا، فالأمور رسميا يعني حتى شي حاجة رسمية مازال ما خرجاتش، فقط مجرد يعني أخبار هنا وهناك تتناقلهم الصحف وكذلك بعض المواقع حتى العالمية. هادشي اللي عندنا في حلقة اليوم. شكرا وإلى اللقاء.